بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ديالكم. كنشكركم على الوقفه اللي وقفتوا معايا، ما عمرنيش غادي ننساها. هذا الفيديو هذا جاي نعقب على الفيديو وجايه نفسر بعض النقط اللي حطوها البنات في التعليق ديال مشكلتي مع ناس قراب ليا بزاف في العائله، يعني مع خوتي بالعربيه تعرف باش ما سميتو. اولا واحده من بناتي الغاليات الله يحفظها ان شاء الله ويحفظكم كاملين قالت لي خديجه ما كان عليكش، يعني الوحيد ما كان عليكش تخرج. شوفوا انا نشرح لكم دابا، وانا عاد دابا فهمت بزاف ديال صحابات القنوات. دابا حنا من كثر ما كنشاركوا معكم مشاكلكم اللي عندكم، كتجيو كتقولوا لي المشكله ديالك سواء في المصروف سواء في اي حاجه. كنشوف الظل، سمحوا لي كنشوف الظل، قلت شنو هذا اللي هو غير القنت ديال سميتو، ما عملش علاش على غير هاد الرينغ لايت. ما عليناش خديجه، مع كثر ما حنا كنشاركوا مشاكلكم كندخلوا معكم، كدخلتوا معايا لداري، شاركت معكم كل شيء. كاينين امور بزاف عندنا في ورا الكواليس ما كنشاركوهاش، وخاصه انا بزاف ديال الحاجات ما كنشاركهاش. كنشارك معكم الايجابيات اللي غادي تستافدوا منهم، ولكن واحد الوقت انا انهرت. يعني عرفتوا ديك اللي كتشجع، ديك اللي كتقوي، ديك اللي كتعطي الطاقه الايجابيه، اللي كتبغيكم تشد بيديكم تهزكم الفوق، ما تبغيكم تكتئبوا، ما تبغون شي حاجه. انا دوك النصائح كنعطيك مره كنعطيه من راسي ياك، ولكن مهما عطيت الراسي من النصائح قال لك الطبيب ما كيعالجش راسو. واحد الوقت حسيت على اني عرفتو داك اللي كان واقف وقال بزاف وطاح الارض. ياك طحت، ماشي طيحه، طحت يعني تصدمت. وغادي نقول لكم دابا شنو النقطه اللي فيضت الكاس، اللي انا بزاف كتبوا لي قالوا لي شنو خليتي حتى شنو اللي خلاك دابا عاد فقتي. عاد غادي نقول لكم النقطه اللي فيضت الكاس. ولكن غادي نقول دابا ما بقيتش كنحسكم ناس غرباء. انا ما كنشوفش راه القناه مثلا مفتوحه للعالم كامل، لا. انا هكا كنحس، انا كنقول لكم داكشي كنحس به. انا كنحس على اني انا وانتم بحال داخلين واحد القاعه كبيره، وكندخلوا مره كنتلاقاو فيها. هذا هو احساسي بالقناه. يعني هذيك القناه هي قاعه اجتماعات، قاعه محاضرات، قاعه لقاء دروس كنجتمعوا فيها. كنقول لكم واحد النهار جيت قلت لكم، جا الاستاذ ديالكم قال لكم، الاستاذه ديالكم قالت لكم انا راه اليوم محتاجه لكم ولقيتكم. لهذا كنشكركم بزاف. سمحوا لي تشوفوني كل شويه كنزاد نضاضر. هاد النضاضر فيهم القرب والبعد ياك. دابا هنايا راه كان البعد كنشوف، خاصني نشوف القرب هكا لعندي، وهنايا كنشوف البعد. نضاضر ديال البيسي اللي هما غير القرب جيت نمسحهم وتهرسوا. الكادر ديالهم عرفتوه بلاستيك، اصلا هو كلشي بلاستيك، ولكن جيت نمسحهم دابا وتهرسوا ليا دابا. داكشي علاش غتشوفوني كل شويه ندير هكا باش نركز مع الصوره مزيان. عرفتوا خالتكم خديجه راه شويه هبيله، راه شويه الا حطيت لكم شي كواليس فاش كنكون نصور. ان شاء الله نحط لكم شي فيديو تضحكوا، غير تضحكوا شويه. قلت لكم قالت لي يعني هاد المشاكل خليها، ما تشاركيهاش. خليها، لا انا ما شاركتهاش اللي زعما باغيه خديجه تشارك، غير بغات تشارك، لا محتاجه. ما غاديش نخرج الزنقه ندق، ماشي محتاجه عاوتاني لدرجه اني نمشي نقلب على الطبيب نفسي في اكادير، يعني في كلميم راكم عارفين. لا غير محتاجه داك عرفتوه، داك فاش كديري الحليب فوق الغاز وكيفيض. محتاجاكم ترجعوا هكا، تطفوا عليه النار، ترجعوه، تعطوني. البنات شاركوا معايا في الكومونتيرات، السيدات شاركوا معايا في الكومونتيرات. خالتي خديجه هادشي راه مرينا به، حتى انا لقيتوه، حتى انا هذا من اقرب الناس، من الام ديالي، من اختي، من هذا. كل انسان على وجه الكره الارضيه كاينين سلبيات وايجابيات في حياته، سواء مع الوالدين، مع الخوت، مع الاب والام ديالو، مع الزوج ديالو، ما كاينه حياه فاضله، ما كاينه حياه يعني شي حاجه اللي هي يعني كلها سمن على عسل، ما كايناش. لا بد ما يكونوا فيها، حتى مع وليداتنا في الدار، مع راسنا كنتقلقوا ياك.
وكل الهفوات وكل الاشياء كان نغفروها حنا الاشخاص المقربين لنا. وكتبقاي تقولي لا لا، علاش؟ لان هادوك الناس، شوفوا، انا راه نقول لكم ماشي زعما كاين انا من الناس اللي ضعيفه كنت، ولكن انا كنضعف راسي كنت ملي كنت صغيره. بحالاش تفهموا دابا انا ما راه عندكم تقولوا راني لا كان جايه نلوم الام ديالي ولا شي حاجه. لا لا، الام ديالي راه ما عندهاش، ما عمرها مثلا هي فرضت عليا ولا قالت لي ولا، غير هي فاش انا ولفت لواحد الدرجه سميتو ولفت فيا داك الصبر. يعني انا الصباره، انا هذا سيروا عند فلانه راه هي الصباره، سيروا عندها هي العاقله هي اللي غادي، لدرجه انا فاش فاض بيا ما بقيتش قديت، ما عجبهاش الحال. ولكن رغم ذلك كتبقى امي على راسي وعيني هي، والله يحفظها لي ويحفظ لكم الامهات ديالكم. و يعني كنحبها وكنموت عليها ياك، وانا سامحه ليها دنيا واخره، لانها اصلا ما دايره شي حاجه عنوه. ولكن واحد الانسان انا كنقدرها، ما قارياش، التربيه ديالها، الزوج اللي كيكون شويه متسلط او ديكتاتوري لدرجه كيخليك الانتاج كتكون، والزوجه تكون شويه ضعيفه، كيخلي داكشي علاش خرج مني انا واحد الانسانه قويه. انا ربما لو كان ماشي هذوك الظروف ما كنتش انا هي انا دابا، فهمتوا؟ خلاني قويه مع الزوج ديالي، مع ولادي، مع اي مكان مشيت ليه. تصوروا الا مشيت نخلص الضوء وشفت الظلم، شي واحد كيتظلم كنهضر، واخا احيانا كنجيبها في راسي. شفت في اي مكان، اي مكان في اي مكان عند الشرطه، عند اي فين مشت شي واحد كيتظلم او يجي شي واحد يبغي يظلمني او يحتقرني او شي حاجه، ما كنخليه، كنقول له ستوب، وكنتكلم بالحقوق وبالقانون يعني هذا هو اللي خلى داك الشيء تعصر مني انا، خرج مني واحد الانسانه قويه. هادو السلبيات خرجوني انا في شي حاجه ايجابيه لنفسي، المحيط ديالي، ولادي دابا قويه، شخصيتهم قويه. الحنان اللي عطيت لولادي انا يعني لا يوصف، لانه قالوا لي البعض ما لقيتيش الحنان. صحيح افتقدت بزاف ديال الحنان، ولكن انا اعطيته لوليداتي الحمد لله، وعطيته لزوجي كزوجه، كنت زوجه الحمد لله. الام الزوج ديالي فاش ماتت كترضي عليا وكتقول للزوج ديالي الرضا مع خديجه، وإلا درتي شي حاجه لخديجه راني ساخطه عليك. لدرجه تصوروا هي في فراش الموت وكتقول لهم جيبوا لي لنا الله يرحمها ان شاء الله، يا رب تجعلها مسكن الفردوس الاعلى، يا رب ترحمها. توفات في اكادير، وانا كنت في قليمي، مشاو معها ولادها، الزوج ديالي ولادها، وكتقول لهم جيبوا لي خديجه، بغيت خديجه، بغيت خديجه. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جيراني، الناس المزيانه منهم، الناس الواعيه منهم، الناس وحتى الناس اللي ماشي يعني كيكونوا شويه في شكل، شدهم بالتيقار. يعني فين ما تقديت المعامله، تصوروا الا تعاملت مع واحد الرسان كنبقى معاه مثلا، هو اللي بقى يجي، كتبقى معامله سنين. الفام السيده اللي تجي تساعدني في الدار دابا تقريبا راه 11 سنه. يا ربي حمدتك وشكرتك، الحمد لله الحمد لله. كنعرف حقوقي، شاده تيقاري، ما كنبغي نهضر في شي واحد، ما كنبغي نسمع الهضره في شي واحد، ما كنبغي نوصل لشي واحد، والا خرجت شي هضره من فمي كنكون قدها، يعني ما كنخرجها حتى بغيتها توصل. لهذا فاش جيت ودرت داك الفيديو بغيت يوصل. علاش؟ لاني درت البلوك، وفاش درت البلوك دار لي البلوك، بغيتها توصل، وبغيت نوريهم على اني راني عندي ناس كتحبني، راه ما محتاجاش لديك الدردشه اليوميه وديك فهمتوا، وديك جمعه مباركه. راني عندي كم هائل من الناس كتحبني وكتموت عليا وكتدعي معايا. هذا نتوما كنتو قدو وقدود مليارات المرات بالتعاليق ديالكم، بالدعاء ديالكم، بالحب ديالكم، بالبكاء اللي بكيتو معايا. هذا واحد. فاش قالت لي ما علاش تخرجيه، هادي كلنا احيانا كنبغوا نفضفضوا.
انا فضفضت لبناتي اللي معايا في القناه، ربما كاينين ولادي لانها كاينين الرجال كيتفرجوا واخا نسبه قليله، كيتفرجوا ولادي، فضفضت كلشي الحمد لله بارك عليا داك الدعاء وداك الحب. اما الا مشيت وجلست في القنت ديالي، اقرب انسان فوق الكره الارضيه عندي دابا ولادي والام ديالي، ياك اقرب انسان كنهضر في القرب ديال الدم وديال اللي غادي نلتاح عليه في النار هما ولادي والام ديالي. ستوب. ولادي الله يحفظهم لي ويخليهم لي ويرضي عليهم ويرضي على وليداتكم ان شاء الله، وينجعلهم ان شاء الله وليداتكم يكونوا بارين بكم بحال ما بارين بيا وليداتي. بنتي اول ما سميتو وكنهضر معاها وداكشي، ولكن ما كنوصليهاش السلبيات بزاف وداكشي، حتى شافت شي حاجه في القناه عاد دخلت انت يا ماما عندك هادشي كامل وساكته عليه وهذا، وعارفه هي شي حاجات يعني عارفتها وكتشوفها ودائما كتقولها، كتقول امي هادشي بزاف عليك وبزاف ما تحمليش هادشي، ولكن كنا كنتحملوا هادشي من الدم، شاركين الحليب، شاركنا الحليب، شاركنا طفولتنا، شاركنا وليداتي. انا ما كنشوفش خوتي انا كنشوف خوتي ووليداتي. دوشت لهم فاش كانوا صغار، بدلت ليهم، تعلمت فيهم فاش ولدت انا ولادي، كنت صافي يعني معارفه التربيه الصغيره بحالاش، لاني تصوروا فاش يكون عندنا بيبي في الدار وانا بنت صغيره كنعرف نتعامل حتى مع الصريره ديالو، بحالاش نعالجها، بحالاش نتعامل مع الصريره ديالو، نتعامل معاه لا كيفاش نهزو، كيفاش يتقرع، كيفاش نبدلو، كيفاش ندير يد عليه، كيفاش حتى وليت يعني ما شاء الله ما شاء الله خبيره في التربيه. هادو وليداتي اللي انا وصلوا وكنت لهم الام والاخت والصدر الحنون، لان الام ديالي فاش كانت كتجي ما كانش الاب والام ديالي كيجوا في دقه المغرب الا نادر، الكتاريه كيجي الوالد بوحدو، كتجي الام ديالي بوحدها. فاش كتجي الام ديالي لوحدها انا كنجلس في الدار، القرايه ديالي ما كنقراهاش، ورغم ذلك كنت مجتهده وكنجي الاولى او الثانيه، يعني شوفوا تبارك الله، وهذا يشهد عليه كل شيء. كنبقى شهر في الدار 20 يوم 25 يوم ما كنمشيش نقرا، نقابل خوتي كنكون مني مولات الدار، حتى تصوروا حتى الناس اللي كيجوا عندنا، الناس كيعرفوا الوالده كيقولوا خدجه هي مولات الدار، فين كاين هذيك الحاجه خدجه عرفتها، خدجه ضابطه الدار كامله، وفين كاين الاشياء كاملين والورق والحوايج وشنو خاصو يتصبن وشنو خاصو هذيك القميجه هذاك التريكو عزيز على الوالد خاصهم يتصبنوا، هما نمشي نصبرهم ونقدهم ونعطرهم ونردهم بلاصتهم، باش حتى واحد ما يقول ما يحل فمو. فهمتوا؟ هاد السيده هذه فاش يديروا لها هاد الاشخاص هادو ما غاديش تنهار، اكيد غادي يبقى فيك الحال. لهذا بنتي كانت كتشوف هادشي وكانت كتقول لي ولكن انا كنت كندير قلت لكم على هادشي لاني انا ربيتهم بحال وليداتي، ما تقدريش تسمحي في وليداتك تساعديهم، هذا ماشي ماديه، راه ما كنهضروا هنايا على ماديه، هنا كنهضروا على الخواطر وجبر الخواطر. فاش دابا رجعنا هذا وليداتي قالوا لي بنتي قالت لي العمره سيري دوزي في العمره، دابا نفيرسي لك سيري ديري العمره ديالك. قلت لها لا انا ما كنبغيش يعني في اي حتى في سميتو غنمشي للعمره بفلوس، فهمتوا؟ لا قلت لها الله يعاونوك، قلت لها الله يخليه، الا ما عاونت هذا الا ما شي كازول ما نقدرش نشد من عند بنتي فلوس العمره كامله. ولدي عاوتاني قال لي لا ماشي، قلت لي راه قال لي لا 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 انا نصيفطك العمره دابا. قلت لي ما بغيت وليدي ما ماشياش دابا حاليا قطيطاتي، لان هو ما خدامش، انا خارج المغرب. قلت له انا دابا وليداتي اللي قطيطاتي في الدار ما نقدرش نخليهم، الدار ما نقدرش نخليها بوحدها حتى يكون شي واحد فيكم، حتى هذا عاد ديك الساعه حتى تجي اختك للدار تكون مساليه، بنتي يلاه زين عندها وليدها ما تقدرش تجي، وهذا وزوجها ومعاها ام الزوج ديالها عندها جايه عندها ضيفه، ما نقدرش يعني كاين عندي اسباب، ماشي زعما ماشي ما باغيش نمشي للعمره، الله 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 والله هذاك المكان هو اللي انا يعني كتنساي فيه كل شيء، هذاك المقام الكبير والعظيم عند الله سبحانه وتعالى والعظيم عند كل المسلمين، يعني الحمد لله. فهمتوا؟ هذا الشيء في ازمات كيبانوا لنا الناس الالماس الذهب نقرة كيطلع لك والجالوق كيطيح لتحت. فهمتوا؟ هنا بناتي في القناه وولادي اللي انا والده ملي تلقايهم
الام ديالي قلت لكم اقرب الناس مولادي امي انا عادرتها. علاش؟ لانه انا بنتها وهما ولادها، انا واحد الفرد وهما تبارك الله 8. ما غاديش فهمتوا؟ 8 على واحد، راه تخسر واحد ما تخسرش 8. رغم ذلك ما خاسرانيش وانا ما غاديش نخسر ميمتي وامي ما غتخسرنيش، ولكن يعني ما متقبلاش، ولكن ماشي بواحد الدرجه لا ما متقبله، غير انا حاسه لداخليا ما متقبلاش وشويه فهمتوا هذا. هنا دابا شرحت علاش انا جيت للقناه وعاودت لبناتي، لان قلت لكم قاعه محاضرات ديالنا وعاودنا فيها. هذا اول حاجه. ثاني حاجه النقطه اللي هي مهمه جدا وبزاف سولوا هاد شنا هو. كانت في اللايف، في درت اللايف كطلع لي السؤال كيطلع، وكانت في الفيديو بزاف. علاش؟ وكانت واحد السيده، راه تبارك الله عليكم نتوما ذكيات، راه انا قلت لكم شحال هذا في الفيديوهات القدام، قلت لكم راه عندي توب دو توب ديال اليوتيوب، راه عندي النخبه النخبه العاليه. شفتوا كاع المتابعين ديال اليوتيوب كامله، كل قناه عندها المتابعين ديالها. كاين الدراري الصغار، كاين التافهين، كاين هذا. انا عندي نسبه من عندي، ماشي نسبه، كامل المتتبعات او المتابعات ديالي نخبه عاليه راقيه، بحال الساده والسيدات الافاضل اللي عندهم قنوات حتى هما. كاينين القنوات الرائعه جدا 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 ومليونيه، وكاينه قنوات صغارات وهذا، ولكن فيها ناس رائعه، دكاتره علماء هذا، عندهم حتى هما نخبه راقيه. حتى انا عندي نخبه راقيه، كل شيء اللي عندي راقي. المتابعات ديالو الا دخلت شي واحده تافهه راه كتشوفني كنجاوب عليها، باش يعني يا اما تخرج يا اما تقاد معانا صافي. ما كنقبلوش، قناتنا ما كتقبلش التفاهه، ما كتقبلش سميتو. مره كنضحكوا، مره نديروا كواليس، مره كنديروا شي فيديو فيه هكا شي حاجه كتضحك، مره فيديو كامل كيكون قاصع وفيه الكريس كتكون فيه شي، ولكن دائما حنا عائله واحده. فهمتوا؟ عائله واحده الحمد لله. والدليل على انه المتابعات هما اللي تفرجوا في الفيديو، يعني ما جاشي واحد غريب تفرج في الفيديو. وحتى الا تفرج فيه غريب، هذاك درس من دروس الحياه. كما لقيت في القناه المتابعات قالوا لي بزاف راه نفس المشكل عندنا، راه حتى حنا رانا نعانوا من هذا المشكل. كاينه اللي غتستافد مني، وكاينه اللي انا استفدت منها بالكومونتيرات، وراني قريت الكومونتيرات كاملات. ولاول مره كندير لايك وقلب، لايك وقلب على الفيديو، على التعليق كامله، الا اذا جا من البارح اليوم شي تعليق على داك الفيديو. الا لاحظتوا راه كاين لايك، كاين بزاف الكومونتير عليهم بزاف اللايكات، ولكن هاد الفيديو الوحيد اللي درت عليه كامل لايك وقليل. وكاينه اللي جاوبتها وحده من المتابعات قالت لي انا فهمت على من كتهضري. السيد اللي قال لك اجي قولوا لي تقابل الوالد تمشي تقابل الوالد ديالي هاد 3 ايام، خوك صح ما كيهضرني، ما كيجي كيدوز من هنايا من عندي. فاش كتقول لي الوالده طلع على اختك كبر منك هذا، كيقول لها ما مساليش التليفون، ما كيهزها، الا هزيت ليه التليفون ما كيجاوب. صافي حتى بقيت كنديرو التليفون، بحال ما بيناتناش علاقه. هو الصغير هو اكثر واحد انا هزيته، واكثر واحد تحملته، اكثر واحد جلست معاه. ملي كانت مسافره، كانت لجداتي مريضه وداكشي، اكثر واحد انا كنت يعني كلهم هزيتهم، كلهم ربيتهم، كلهم بدلت ليهم، كلهم وصلت لهم، كلهم حفظتهم كلهم. ولكن هو الصغير هو بزاف، هو عرفتوا داك الصغير انا ولدي هذاك هكا. ولهذا جيت القناه وقلت علاش، لانه ما انا عارفه غادي توصلوا، هو ما غيتفرجش ولكن غادي توصلوا. والزمن كفيل بكل شيء. النقطة اللي فيضت الكاس ياك، النقطة اللي فيضت الكاس هي جات عندي اختي، ما جات عندي انا ديالك، ولكن جات باش الوالده ديالي تمشي معها، غتدي الوالده لبرا. الام ديالي وصلها الوقت ديال العلاج، ديال تمشي تغير الادويه ديالها وهذا. فجات جات لعندي، يعني دازت جات لعندي، ماشي جات لعندي. ولدي خارج المغرب، عنده واحد الخدمه يديرها، خاصو يديرها برا. فاش
بغات تجي، رسلت لها السياره ديالنا، اختي ربيتها كبرتها للمطار وجابتها، جات للدار، ما تغداتش معايا، قالت لي راه في الطريق، دارت لي قلت لها تغديت في الطريق وباقي غادي نروح، قالت لي انا جايبها 3 ايام. مشات تمشي معايا، قلت لها لا ما مسالياش باش نمشي، لاني اصلا غادي تجوا عندي، غتباتوا عندي واحد الليله، جايه 4 ايام غتباتوا عندي واحد الليله. مشات جات هي والوالده باتوا عندي، ظلوا هذاك النهار. المهم الحمد لله تغدينا تعشينا هنا، اليوم الثاني فطرنا وتغدينا عاد مشاو. فاش جات، انا دائما الوالده ديالي الا جات عندي او مشيت عندها كنعس معاها، كنعس مع ميمتي في الكامه ديالها. هنايا جات كتنعس هي في ملي بنيت انا هاد الدار، كتنعس هنايا في السيجور. كنعس حداها، فاش كتجي كنعس انا حداها، كتبغي تنوض في الليل كنوقف لها وهذا. ميمتي بحال ميمات الناس كاملين، بحال كل واحد عنده ميمتو عزيز عليه. انا كنشوف لامي ما لحتنيش، ما خلاتنيش المرتبه، ما خلاتنيش عند خالاتي، ما خلاتنيش عند جداتي. هزتني ميمتي، عضتني بسنيناتها وهزتني، ولكن هي حكمت عليها ظروف ما غاديش انا فهمت. حكمت عليها ظروف ملي كتكوني في محيط ديكتاتوري هذا. رغم ذلك انا كاين بزاف الاشياء زوينه، يعني عاوتاني من لقيتها في حياتي، يعني ماشي يعني كلشي كان سلبي، راه كاين حاجات زوينات الحمد لله. خرجت تعلمت برا، تقريت، شفت ناس، سجلت، خدمت، تزوجت، ولدت وليداتي، يعني حاجات ايجابيه في حياتي شديتها. تعليمي ديال برا كان لي شي حاجه الحمد لله، شواهدي وكل شيء. يعني فاش نرجعوا كيفاش نقطه لفيضه الكاس، قلت فاش جايين عيطت للسيده تساعدني. راه قلت لكم انا رجلي شحال هذا من رمضان اللي فات كضرتني. رمضان اللي فات راه كنت معكم كامله، ما حطيت لكم فيديوهات يمكن كامل رمضان ولا قليل شي حاجه. قلت لها عيطت للسيده اللي كتساعدني، قلت لها غادي تجيني هاد يومين تكوني معايا، بغينا شي حاجه نجيبهم مسطح، بغينا هذا تعاونيني في الدار وانا كنطيب. فاش بغات تطلع تنعس، قلت للسيده المساعده اللي عندي سيري قبل ما تمشي لها، مشات مع العشيه، قلت لها سيري عطري البيوت كاملين. قالت لي حتى بيتك؟ قلت لها حتى بيتي، وفتحيهم كاملين. فاش بطلع اختي قلت لها سيري اختاري واحد اي بيت بغيتي، 4 البيوت تبارك الله، اي بيت عجبك نعسي فيه. ما طلعش نهائيا. كاين الحمام الفوق، كاين الدوش، كاين كلشي الحمد لله، راه مش داري. نعست في البيت اللي عجبها لحد الان. انا ما عرفت اختي في اي بيت نعست، علاش؟ لانه فاش هي قادت البيت فاش نعست فيه، فاش جات المساعده قالت لي ما عرفت اين بيت نعست فيه، لان لقيتهم قالت لي انا لا فاليز ديالها جابتها مجموعه مقاده هنايا، خلاتها انا هز غير صاكا ونعست. ما جلسناش بزاف، مشينا عند واحد 2 خالاتي، تزارتهم الوالده ديالي، بقينا هنا يعني في السيجور. ما افترقناش، يعني عند الناس كل واحد عرفتو كيهز صاكو كيهز بورطابلو، ما يمكنش واحد ينعس ماده معاه بورطابلو. ايوا مشاو الله يحسن العوان، عاوتاني داتهم السياره ديالنا حتى اللوطيل. من اللوطيل شدوا السياره، صافي السياره رجعت، مشاو شدوهم السياره لان باتوا في اللوطيل في اكادير. من تما مشاو ما عليناش. فاش وصلت قالت للفريق الاخر، قالت ليهم حطيت بورطابلي وهزتو ليا خديجه ومسحت. دابا هي يمكن صورت الاوراق ديال الممتلكات ديالهم، يعني ماشي ديالي انا، ماشي انا غير شبه متبنيه من الاب ديالي اللي رباني. يعني انا الاب ديالي البيولوجي الله يرحمه عندي، ماشي متخلي عليا، معترف عليا. انا كاينه في الحاله المدنيه وكل شيء. فاش بغى يدينا نمشيو لاوروبا حطنا عرفتو كان بكري في السبعينات، الا بغيتي ديري شي واحد في الحاله المدنيه كديريه، ماشي ما كان حتى مشكله عندهم. وملي تزوج بالام ديالي دخلني للحاله المدنيه بلا دات الحقيقيه وكل شيء دايرين داروا داكشي فهمتوا، كل شيء ممكن كان.
ما عليناش فاش مش هذا عندهم ممتلكاتهم، تصور الورق ديالهم، تصور الحيط، تصور اللي بغات. انا داكشي ما لا يعنيني، يعني الا مزتهم خير ما كنقصهم. شتوني فاش كاين الفيديو اللي قلت لكم مشيت درت لامي صبات لها السيجور، المراحه ديال الدار فاش كيجلسوا بحال السيجور والكلوار وهذا، وديت السيده معايا تخمل 5 ايام. فرشت لميمتي، خصبات لها بيت نعاسها، درت لها ماكينه الصابون عاديه، تلفازه، الزربيه. شفتوا الفيديو شاركته معكم. يعني الا مازال دارنا ما كنقصهاش، هذيك دارنا هذوك خوتي. قالت ليهم انا صورت الوراق ديال الممتلكات ديالنا، يعني الاملاك، الديور، العقار. انا هزيت ليها البورطابل ديالها وهزيت هذوك الوريقات مسحتهم، هي وصلت شي حاجه بحال هكا. هذه خلاتني انا، هي اللي فيضت الكاس. اولا انا اكبر من هذا الشيء، انا راه خديجه، ماشي تكبر ولا اكبر من ولادي. اقسم برب الكعبه ما كنقيس لهم بورطابلاتهم، الا ما هزيتها نحطها في شي بلاصه، يا ما كنهز لشي واحد واخا تصوني حتى تعيا. حتى الا كان معنا شي واحد وكانت البورطابل بحال هكا وصونات، كنقلبها على وجهها. لا انا انتبه لهذاك اللي صونه ولا هذيك اللي صونات ولا اي واحد. ولا دابا هذا وخلى شي واحد وانتم عارفين ما كاين حتى واحد كيخلي بورطابل، راه كلها ولا هز بورطابل اكثر من ولده. محطوطه البورطابل، غير شي واحد دخل الحمام وهذا وخلاه، مع الكثريه حتى مولو كيدخلوا للحمام كنقلبوا على وجهه، يعني كنقلبوا كندير الشاشه لتحت. وإلا جا عندي شي واحد حط بورطابلو هكا، شي سيده، شي حد عندي، كان نقلب بورطابلو كنحطها فوق داك الحيط، داك الفارق كنحطها فوق او فوق. فهمتوا؟ خلاتني راجعت هنا. هذه هي النقطه اللي فايدت الكاس. مراه تبارك الله عندها حفادها، تجي تقول على اختها حتى هي اكبر منها، رباتها، كتهزها الفوق. رغم ذلك لقيت منها بزاف 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 ديال طعنتني بزاف بزاف في حياتي. وكتجي وانا كندير عرفتي شي واحد يصفقه، كنتي كتجي كتعطيه الحضن، كتقولي لا وكتهضري معاه وكتقولي شوف عندك تسحب لك واش انا مقلق من داكشي، راه يمكن ظروف، يمكن هذا هي اللي خلاتك تتعامل معايا هكا، يمكن هاك. هذه هي اللي خلات فيضة الكاس. فهمتوا دابا النقطه هنايا؟ دابا هذا الفيديو هذا البنات اللي سولوني شنو هي النقطه، وهو يعني ولكن راه كاين تراكمات 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 من عده اشخاص وتراكمات بزاف، ولكن هاد النقطه هي اللي فيضت. فجيت نهضر على حقوق امي، الام ديالي مثلا. فاش تهلاو ديروا لميمتكم هذا، هنا لقيت شكون نتيا، علاش تعطينا حنا هاد الدروس، علاش فهمتوا؟ لقيت دوك عرفتوا دوك الاقزام اللي سميتو هكا، كنتي كتهزي وكتنظفي وكتسميتو كيهز يبغي يضربك. والضربه ديالهم واصله لي انا فين؟ لانه الحمد لله انا ناجحه كل المقاييس، ماشي كنقولها تكبر مني ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله ورضا الوالدين. رغم ذلك الاب مربيني راضي عليا، الام ديالي راضيه عليا كتفرشني، وهذاك هو اللي مخلي بزاف ديال الحق جايني. والاب البيولوجي ديالي راضي عليا. تصوروا التسبيح، عرفتوا التسبيح ديال جدي الله يرحمه، عطاه لي انا من بين كلشي الناس، من كلشي خوتي. انا ما بغيت لا املاك عند حد، انا ما بغيت العقار ديال حد، انا كافيني درت داري لوليداتي الحمد لله. انا ما بغيت حتى شي حاجه عند شي حد، انا غير انسانه كتحب الخير، كنتعامل بالخير، ما كنكرش الخير ديال شي حد. لهذا هو اللي ما عمر طلعت شي حاجه اللي خليتها تقيسهم من شي بلاصه او شي، رغم انهم داروا لي بزاف الحاجات، داروا لي بزاف الحاجات، داروا بزاف. انا بزاف الحاجات تقبلتهم في داري، ما خصنيش نتقبلهم.
تقبلت بزاف د الحاجات في داري من اللي ما كنت خاصني نتقبلهم. عندي واحد الشخص في حياتي كان كيجي عرفتو الدراري د اوروبا ما كيكون هو تبارك الله راه هو صغر مني، ولكن ما كيكون هكا كيجيب الصديقه ديالو معاه وداكشي، وكنتقبلها عندي في الدار. ورغم ذلك علاش؟ لان هنايا هذيك النقطه اللي دار شي حاجه لغير وجه الله، هذيك انا حسيت بها، انا ما درتهاش، انا درتها للدم ودرتها على خويا ودرتها هذا، ولكن هي كان خاصني ما نتقبلهاش، لان اللي دار شي حاجه لغير وجه الله هي ماشي يعني انا الدم وداك الشيء، ولكن هذيك ما كانتش خاصني نتقبلها، هذيك الخطا. وبزاف هما الاخطاء ديالي انا، فهمتوا؟ انا اللي خليت وصلت لهذا الشيء، علاش؟ لاني في وجه طرف اخر، في وجه الام ديالي وصلت لهذا الشيء دابا اللي انا نتاج دابا. هذا الشيء اللي حصلت حياتي الحمد لله، هذاك الشيء هزيت منه، قوالي شخصيتي كما قلت لكم، قوالي شخصيتي، وخرج مني مراه احسن منهم كاملين. عندكم تقولوا مثلا راه لا، راه انا راه ما غير حتى واحد فيهم، راه ما عندي، راه انا احسن منهم كاملين، راهم باقي كلهم يعني كما منبهرين بيا. ولكن كاينين اشياء اللي انا ما كنت خاصني، يعني خرجت حاجات زوينات، راه دابا تلفت خرجت حاجات زوينات، ولكن الاخطاء اللي انا وصلت لها كانت بارادتي انا، ولكن لو ما درتها كنت غادي نديرها، لو رجعت بيا الحياه غادي نديرها. علاش؟ لان كاينه الام ديالي، انا ما غاديش نبغي نسمع الام ديالي تسمع شي هضره خايبه، هادشي يعني من الطرف الكبير، شي هضره خايبه او تسمع شي حاجه كنوض انا نجري عرفتوا داك سوبر وومان ديك اللي كتجري في الدار كدير كلشي باش ها هي صوبت امي، ها هي درت امي، انا اللي كنديرو، فهمتوا؟ انا ديك القفوزيه وداك الشيء هذا هو اللي خرج مني هادشي. غادي نوقف من هذا الموضوع، ما تليت غادي نهضر في هذا الموضوع. وقفتوا معايا اكثر من داكشي اللي كنت كنتمنى، واكثر من داكشي اللي كنت كان قلت غادي يقولوا لي جوجات ثلاثه غادي يوقفوا معايا، والاخرين غادي يقولوا لي او عادي وهذا، لكن لقيت واحد الحب، واحد الاخلاص، واحد الطيبه. اش غنقول لكم؟ الله يخطيكم عليا، الله يحفظكم، الله يعطيكم اللي كتمنوا. راه كنحبكم وكنموت عليكم وكندعي معكم، راه الله شاهد، راه كندعي معكم. شوفوا تشيكو راه هو اللي تحركنا. شكرا 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 لكم، كل الحب. راه نضادري قلت لكم ما بقى نطلع معكم، كل الحب والاخلاص والوفاء ديالكم، والله يخطيكم عليا ولا يخطيني عليكم. وراني ما كنبخل عليكم بشي حاجه، وراني لا قرصتكم راه كنقرصكم على بحال هكا. ملي كنقول لوحده صبري، يعني حاولي تخدمي وتوقفي على رجليك، ولكن بقاي في دارك وهذا، راه بحال هكا. راه تشتات الوليدات ما فيهش خير. ودابا المراه فاش كتخاصم مع الراجل وداكشي وكتجي وكتسمعي للطرفين، وكتلقاي على انه الزوجه هي شويه الغلطه وكتضغطي عليها، ما كتبغيش، ولكن راه كنضغط عليك على سبب بحال هكا باش الاولاد يكونوا في جو ديال الوالد. هذا هو الفيديو الاخير اللي غنهضر في هذا الموضوع. انا الحمد لله راني وليت شويه بخير، راني كنسجل لكم دابا الفيديوهات، نتمنى يعجبوكم وني بكم، وراني نحبكم كاملين.